اللي في الصورة ده طه قتل أم محفظة القرآن، والسبب فتاة ليل في سنة 2023 بمدينة الخنكة محافظة القليوبية. بتبدأ القصة بالأم فاطمة 55 سنة، حافظة لكتاب الله ومحفظة قرآن، الكل بيشهد ليها بحسن الأدب والأخلاق، متجوزة وأولادها كبار وكلهم متجوزين ما عدا الابن الأصغر طه 23 سنة، عايشين في عمارة ملك للأب. فاطمة وجوزها في شقة وعايش معاهم ابنهم طه، اما باقي اخواته الشباب متجوزين في الشقق اللي فوق منهم. فاطمه راعت في تربيه اولادها انها تربيهم تربيه دينيه واخلاقيه، وكانت حريصه انها تحفظهم القران الكريم علشان يحفظهم من كل سوء. وبالفعل اولادها كلهم الجيران والاهل بيشهدوا ليهم بحسن الاخلاق، حتى طه ابنها الصغير خريج بكليه الدراسات الاسلاميه بالازهر الشريف، الكل كان بيشكر فيه. لكن في الفتره الاخيره وبعد تخرج طه اتغير فجاه، وبدأ يحمل والده ضغط مصاريف زيادة غير طلباته الكتير، وهو يوم يشتغل وعشرة لأ، بحجة إنه مش لاقي شغل. والأب مستحمل علشان يكمل رسالته مع أصغر ولد ليه، والأم بتعين جوزها على كده، لحد لما الأب والأم اتفاجئوا إن طه بيقول لهم إنه عايز يتجوز. الأب والأم كلموه بالعقل كده، يتجوز ازاي وهو لسه متخرج وما بيشتغلش، وحتى لو ساعدوه في مصاريف الزواج فلسه محتاج شقة علشان يتجوز فيها، وكمان بعد الزواج هيصرف منين هو ومراته. لكن طه ما اقتنعش وفضل يحاول معاهم لحد لما حصل مشكلة بين أخو طه ومراته بتغضب في بيت أهلها وبتسيب شقتها، فطه بيستغل الموقف وبيرجع يفتح أبوه وأمه في نفس الموضوع، وقال لهم يساعدوه في الجواز، وإن كان على الشقة فشقة أخوه فاضية خلاص بسبب مشكلته مع مراته فيتجوز فيها. لكن طبعا الأب والأم رفضوا، إزاي ياخدوا شقة ابنهم التاني اللي بناها بتعبه وشقاه ويدوها لطه بسهولة. فطه بيعمل معاهم مشاكل كتيرة، فالأب والأم بيحاولوا إنهم يوصلوا معاه الحل إنه يشتغل، وهم هيحاولوا يساعدوه في موضوع الشقة، وبيطلبوا منه يعرفوا مين البنت اللي شقلبت كيانه وحياته بالشكل ده علشان يسألوا عليها ويتقدموا لها رسم. وبالفعل طه بيقول لهم على البنت وأهلها. الأب والأم بيسألوا على البنت دي، لكنهم بيتفاجئوا إن البنت فتاة ليل وسمعتها سيئة جدا. وبالفعل الأم قالت الكلام ده لابنها طه لأنها بتحبه وعايزة مصلحته، لكنها اتفاجئت إن طه عارف ومصر على البنت دي، وكمان ماشي معاها في علاقة غير شرعية، وقال لها إنه بيحبها ومستحيل يتجوز غيرها. بس الأب والأم رفضوا وقالوا له يختار أي بنت تانية محترمة، لأن دي اللي هتشيل اسمه وسمعته وسمعة أولاده. لكن في اللحظة دي طه حس إن فعلا ممكن يخسر عشيقته، علشان كده قرر يتخلص من العقبة الوحيدة اللي في حياته وهي أمه، لأنها كانت أكتر واحدة بتحاول تفهمه وتنصحه، وكمان علشان السبب التاني إن الشقة اللي أمه قاعدة فيها تفضى، وبكده يعرف يتجوز العشيقة. وبالفعل خطط للجريمة كويس جدا. ويوم 5 أغسطس 2023 البيت كله كان فاضي تماما، ما فيهوش إلا الأم فاطمة وابنها طه. فطه بيطلب منها تيجي معاه تحت البدروم اللي في الدور الأرضي بحجة إنه عايز يوريها حاجة مهمة، وطبعا الأم واثقة في ابنها مستحيل يقابل الحب بالجحود، والأم بتنزل معاه. وأول لما بينزلوا للبدروم بتتفاجئ إن طه بيحط إيده على رقبتها وبيخنقها، ولما حاولت تبعده وقعها على الأرض وقعد عليها وحط إيده على رقبتها جامد، وهو بيضغط بكل قوته علشان يقتلها، وهي بتترجى بصوت مكتوم: سيبني يا طه وهعمل لك اللي انت عايزه. لكن طه اتجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفضل يخنقها بإيده لمدة 10 دقايق لحد لما لفظت أنفاسها الأخيرة. وبعد ما اتأكد من موتها حفر حفرة ورماها فيها وردم عليها بالتراب. وبعد كده أخد موبايلها وبعت رسالة لكل إخواته المتجوزين البنات والولاد، وكمان أبوه بيقول لهم فيه على أساس إن هو الأم فاطمة إنها تعبانة نفسيا شوية ومحتاجة تروح تقعد عند أختها كام يوم ومحدش يسأل عليها. وبعد ما بعت الرسائل دي قفل الموبايل، وبعدها أخده وطلع على شقة أخ من إخواته المتجوزين في نفس العمارة، وفتح الباب بنسخة المفتاح اللي معاه وخبى الموبايل عنده من غير ما حد يشوفه، علشان لو الجريمة اتكشفت يبقى أخوه هو اللي يتم اتهامه، وكمان علشان الشقة تفضى ويتجوز فيها عشيقته ويقعد فيها براحته. في نفس الوقت زوج فاطمة وباقي أولادها أول لما بيشوفوا رسالة الأم بيستغربوا ليه بعتت الرسالة دي وإيه زعلها فجأة، فاتصلوا على موبايلها لقوه مغلق، فاتصلوا على أخت فاطمة علشان يسألوا عليها، بس أختها قالت لهم إنها ولا شافت فاطمة ولا حتى كلمتها. في اللحظة دي كلهم بيقلقوا عليها وبيدوروا في العمارة كلها وبيسألوا الأهل والصحاب جايز فاطمة عند حد فيهم،
وبتفتيش البيت ونزولهم للبدروم بيتفاجئوا بجزء من جلابية فاطمة ظاهرة تحت التراب، وأول لما بيشوفوا إيه ده بيلاقوا أمهم مقتولة وعليها التراب. بسرعة بيبلغوا رجال الأمن، وبوصول الشرطة ومن المعاينة المبدئية واضح إن في آثار زرق حوالين رقبتها، يعني ماتت مخنوقة. إن القتل كان بدافع الانتقام، لأن مفيش أي مسروقات سواء من الشقة أو البيت بالكامل. كمان مداخل البيت كلها سليمة، وفاطمة كانت بعباية البيت. وقتها الأولاد قالوا على الرسالة اللي جات لهم كلهم في وقت واحد. رجح رجال الأمن إن معنى كده تم استدراجها للبدروم عن طريق حد هي مطمنه له جدا، علشان كده نزلت معاه بهدوم البيت، وبعدها قتلها وأخد الموبايل وبعت الرسايل. وبتفتيش الشقق اللي في العمارة بيلاقوا تليفون فاطمة في شقة واحد من أولادها، وبسؤاله بيقول إنه أول مرة يشوف الموبايل بتاع مامته في شقته، وما يعرفش دخل شقته إزاي أصلا، وأكد إنه ما كانش موجود في البيت وقت اختفاء والدته. وبالتحريات بيتم إثبات صحة كلامه ووجوده في مكان تاني أثناء اختفائها. وبفحص علاقات فاطمة الكل بيشهد بأخلاقها العالية، وعمرها ما كان ليها خلافات لا مع الأهل ولا حتى الجيران، باستثناء الخلاف الوحيد اللي كان مع ابنها طه بسبب إنه كان عايز يتجوز من فتاة ليل. وبالتحريات عن طه والتحقيق معاه وبسؤاله عن وقت تواجده خلال فترة اختفاء والدته، طه بيقول إنه كان بره البيت لكن ما كانش فيه شهود على كلامه. وكمان التحريات أكدت إنه ما خرجش من البيت أصلا، حتى الكاميرا اللي كانت موجودة قدام البيت ما سجلتش أي وقت لخروجه، وإنه كان الشخص الوحيد اللي موجود مع والدته في البيت. وبتضييق الخناق عليه طه بيتوتر وبيتلعثم في الكلام وبينهار ويعترف على الواقع بالكامل، وانه قتلها علشان رفضت جوازه من البنت اللي بيعشقها. نزل اعترافه صعقة على كل الموجودين. وبعد التحقيقات والمحاكمات وفي شهر اكتوبر عام 2024 بيتم الحكم عليه بالاعدام. الام كنز مفيش زيه في الدنيا، مهما حصل زعل بينكم فهي الوحيدة اللي تتمنى لك الخير.